السلام عليكم. أنا عايزة أقول لكم إن أنا باعمل شوية تريكات في الزيتون المخلل بتاعي بقى بتخلّيه لحد آخر واحدة مقرمش وطعمه حلو جدًا، وطول السنة لا هيطرى ولا حتى الملح بتاعه هيكون زيادة ولا أي شيء. تعالوا بس أقول لكم على شوية التريكات دي أثناء ما إحنا بنشتغل. أول حاجة دول 4 كيلو زيتون تفاحي منقياهم يكونوا مقلبظين كده يعني كبار شوية، وكمان أي واحدة بايظة ولا طرية باجنبها خالص عشان ما تبوظليش الباقي. ودول بقى 2 كيلو من الليمون أنا بانقيه إزاي، برضه يكون كبير كده عشان يبقى فيه كمية عصارة كبيرة، وكمان يكون طري شوية وقشرته ناعمة زي اللي أنتم شايفينها دي. وباغسله كويس أوي، أول ما يتصفى من مَيّته أبدأ بقى أعصره. أنا باعصره إزاي؟ ما باضربوش في الخلاط يا جماعة، ده بيبقى وِحِش جدًا. أنا باعصره بالطريقة اليدوية، أي نعم دي أكتر حاجة بتتعب شوية، بس أكتر حاجة بتبقى نتيجتها روعة. وهنا بقى في حاجة مهمة جدًا بالنسبة للفلفل، أنا ما باقطعوش بالسكينة خالص. أنا من كام سنة كده عملته بالسكينة وحرق لي إيديّا وكانت مشكلة كبيرة جدًا، قعدت أتعالج منها فترة. عشان كده بقى يا إما تلبسوا جوانتي، يا إما تقصوه بالمقص زي ما أنا ما باعمل كده، لإن الفلفل في الوقت ده بالذات بيبقى حامي جدًا. أنا هنا جبت حوالي ربع كيلو فلفل أحمر على أخضر وغسلتهم كويس أوي تحت المَيّة الجارية، وبدأت أقصهم بالمقص كده. وهي دي بقى الخلطة اللي أنا هاحطها على الزيتون، ربع كيلو فلفل أحمر على أخضر، ما ينفعش نستغنى عن الفلفل يا جماعة لإنه مادة من مواد الحفظ، وكمان نُص كيلو من الجزر بيدّي تسكيرة حلوة جدًا، قشرته وبشرته زي ما أنتم شايفين كده، وجبت كمان حزمة من الكرفس غسلتها كويس أوي تحت المَيّة الجارية وقطعتها زي ما أنتم شايفين كده، بتدّي ريحة للزيتون تحفة. وبعد كده بقى غسلت الزيتون كويس جدًا 3، 4، 5 مرات تحت المَيّة الجارية، وعملت له شَق من ناحية واحدة بس، مش داير ما يدور يا جماعة، شَق واحد بس من ناحية واحدة، علشان خاطر يتملّح يعني بسرعة كده، وكمان شهر واحد والّا حاجة وتبدأوا تاكلوه بالهنا والشفا. وقلّبت بقى على الزيتون الخلطة اللي وريتها لكم دي كويس جدًا، وخلاص حسيت إن هو تساوى كده مع بعضه، هابدأ بعد كده بقى أعمل المحلول الملحي. خلّوا بالكم بقى من اللي هاقول لكم عليه دلوقتي. أنا هنا جبت ال8 كوبايات مَيّة غليتها، لازم تغلوها يا جماعة. بعد كده حطيت عليها كوباية من الملح الصخري، شايفين الملح الخشن ده؟ ده ملح صخري أو ملح رشيدي، بيبقى خشن موجود كده علشان المخللات، أحسن حاجة، أحسن من الناعم ألف مرة. وهاحط معلقة سكر علشان دي برضه مادة من مواد الحفظ، وبعد كده هاحط معلقتين خل بس، ما تزودوش الخل عن كده علشان ما يهريهوش، وهاقلب كل ده كويس أوي مع بعضه، ولازم المَيّة هنا أسيبها لحد ما تبرد خالص. بس تفتكروا أنا باغلي المَيّة ليه وبعد كده بابردها، فضا يعني؟ لأ، أنا علشان بس ما تكوّنش بكتيريا، لإن طبعًا الزيتون إحنا هنسيبه سَنة ويمكن أكتر كمان، فما يبقاش في يعني أي وسيلة كده إن البكتيريا تتكوّن. بعد كده بقى البرطمانات الإزاز اللي أنا هاخلّل فيها، بالله عليكم يا جماعة أرجوكم بلاش البلاستيك، خلّوه الإزاز، غالي شوية بس يعني صحّي جدًا. أول حاجة أنا باغسله وبعدين باعمله كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده على عين البوتاجاز علشان خاطر أعقّمه كويس أوي. أو ممكن تحطوه في الفرن، بس أنا ما عرفتش أحطه في الفرن بصراحة، أنا دايمًا باعمل الحركة دي، باجيبه على عين البوتاجاز كده وأقعد أدوّره كده زي ما أنتم شُفتوا، علشان خاطر يتعقّم كويس. دلوقتي كل حاجة جهزت، يالّا بقى نعبّي البرطمانات القمر، إحنا ما خدناش على فكرة مجهود ولا وقت طويل ولا حاجة، ده هو يعني ممكن تكون في خلال ساعة زمن هيكون كل اللي أنا عملته ده جاهز. هاعبّيهم كويس أوي لحد قبل الآخر كده بحوالي 3، 4 سنتي، وهاقول لكم ليه. شايفين الجمال؟ حاجة كده روعة. عبيتهم كويس، هاحط بقى المحلول بتاع الملح عليه لحد كده مثلًا نُصّه، وبعد كده هاحط الليمون، هاحط قد إيه بقى، هاحط كوبايتين من عصير الليمون، أنا باحب دايمًا أزوّد الليمون عشان تدّي له مزازة حلوة كده، وأكمّل بقى بالمحلول الملحي لحد كده ما خلاص يتغطى كلّه. بعد كده بقى هاجيب قشر الليمون وأحطه على الوش كده علشان يعمل عازل ما بين الهوا وما بين الزيتون. لأ ومش كده وبس، باحط كمان حوالي ربع كوباية زيت على الوش كده، وكمان ربع معلقة شطة، بس خلاص أنا كده عملت كل حاجة ممكن تحافظ لي على الزيتون، وكمان كيس من أكياس الساندوتشات وأقفل الغطا كويس. لازم يا جماعة الغطا يكون محكم كويس جدًا علشان ما يدخّلش أي هوا. بعد كده بقى خلّصت البرطمانين الكبار، وكمان عملت 2 صغيرين كده، واحد لأختي وواحد لجارتي، لازم ندوّق الحبايب، أي حاجة بنعملها لازم ندوّق منها حبايبنا. بس موضوع إن أنا أمسك البرطمان وأهزه كده، أنا باعمل كده ليه؟ علشان خاطر كلّه بقى يندمج مع بعضه، الليمون بقى مع الملح مع كل حاجة، مع إن هو هيندمج يعني بس زيادة احتياط. مش قادرة أقول لكم بقى الجمال ده قد إيه بيبقى طول السنة عندي، ما باشيلش هَم أي مخللات، في أي وقت غدا، عشا، فطار، أي حاجة الزيتون البيتي ده لا يُعلى عليه. وعلشان يتخلل هياخد وقت قد إيه؟ حوالي شهر، وأول ما تفتحوا بقى علشان تاخدوا منه الكمية اللي أنتم عايزينها بمعلقة تكون نضيفة وناشفة، وبعد كده تقفلوه وتحطوه في التلاجة، ودي معلومة مهمة جدًا. أول ما تفتحوه لازم يتحط في التلاجة. يا رب تكون عجبتكم طريقتي، ولو عندكم تريكاية زيادة كده قولوها لي، بس ما عدا يا جماعة التوم الله يكرمكم، عشان أنا جربته مرة بالتوم وكان طعمه مش حلو خالص. ويا ريت بقى تبعتوها لكل حبايبكم عشان الكل يستفيد، واللي أهم من كل ده زي كل فيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا.